اهلا الزينات ديالي، البومبات، البوكوصات ديالي، توحشتكم. كي بقيتو هانيين مرتاحين؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير. وفيديو جديد الزينات ديالي تحت الطلب ديالكم. اكيد ما تنسونيش من لايك ديالكم، واللي ما ضغطاش على زر الصابوني ضغط عليها اختي. ولا تسقاو نشوفوا الوصفه الخطيره تكتيف الحواجب الزينات ديالي اللي ما كايناش شي وحده اللي ما جربتهاش. عندي في تيك توك ما شاء الله الفيديو ديالي 3 المليون المشاهده، وقلت نشاركها معكم هنايا في اليوتيوب. الزينات ديالي ما نبخلش عليكم، وصفه خطيره في انبات فراغات الحواجب. والبنات اللي كيستعملوا الطراساج لا تسقاو اختي عاوتاني المره الثانيه باش تشوفوا الوصفه. الزينات ديالي بالنسبه للوصفه سهله. اول مكون اللي هو السانوج او الحبه السوداء، حنا كنسميوها هنايا في المغرب يا اما السانوج يا اما الحبه السوداء. هي الحبه السوداء فيها جوج الاشكال، المهم هذا الشكل هذا بالضبط هذا هو اللي غادي تستعملوه. خطيره البنات في انبات الفراغات. وهاد الوصفه هذه راه ماشي غير الحواجب البنات، راه غتستعملوها حتى مقدمات الراس ممكن كذلك، ولكن اختي تفاداو ليا العينين نهائيا، ما تستعملوا لهمش هاد الوصفه هذه. هنا غادي نحتاجوا مسمار اولا قرنفل، كل واحد شنو كيقول له. هنايا باش كيفهموني الناس ديال الشرق، الزينات ديالي القرنفل غني 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 بزاف ديال الفوائد. ديروه في جوجل وقراو عليه. وهنايا الحرمل البنات اللي غيشوفوا الحرمل ويتعجبوا. اختي الحرمل الحرمل فيه فوائد كثيره في انبات الشعر وانبات الزغب ديال الحواجب اللي كيكونوا طاروا لك اختي بالطراساج. كتهلكيهم بداك الطراساج ديال 5 دراهم الزينه ديالي، وتجي تقولي لي يا اختي حواجبي كلهم رجعوا خاويين كلهم منتوفين. حيدي عليا اختي الطراساج وزيد طراسي ليا غير بالقرنفل الزينه. اول حاجه كنطحن المكونات اللي هما القرنفل والسانوج والحرمل، ولكن بقاي معايا حتى لاخر الفيديو. راه الفيديو عاوتاني راه غير قصيره الزينه ديالي. هنا غنحتاج انا هاد البواطه هذه ديال الزاج، ممكن ديروا اي بواطه عندكم، ممكن ديروا حتى كميه كثيره بالنسبه اللي عندها المكونات يعني بكثره. هنايا غادي نطحن شويه عاوتاني الحرمل وغادي نضيفو معاكم. انا غنضيف هاد الكميه القليله، مثلا معلقه مع نص معلقه صغيره. نتوما الا كانت عندكم بواطه كبيره ديروا معلقه. وهنايا غادي ندير عاوتاني نص معلقه ديال السانوج. هاد المعلقه هذه صغيره كتهز ليا غير نص معلقه ديال الخلاص ديال الالومنيوم ولا الانوكس. هنايا غنخلط المكونات مزيان. بقاو معايا البنات، هانتوما غتشوفوا اختي المكون عاوتاني الاساسي اللي هو نسكافيه الزينه ديالي. فيها الكافيين اختي، كتساعد على انبات الشعر والدوره الدمويه، كتطلع لك لذاك البلاصه اختي بكثره باش كيتولي تنتج لك تبارك الله الشعيرات اولا بصيلات الشعر تبارك الله كيتحفزوا. هنايا المكونات اختي كنطحنهم مع بعضياتهم الزينات ديالي. انا راه كنهضر هكا اختي بهذا الصوت هذه وبهذا الطاقه الايجابيه ماشي السلبيه الزينات لان فرحانه اختي بفوز المنتخب اختي. الله يا ربي يا ربي نصر لنا اختي المنتخب المغربي يا ربي، ويدي الكاس يا الزينه ديالي اختي. راني كنسجل وانا فرحانه بزاف 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 بفوز المنتخب اختي. يلا اختي بالنسبه لهاد المكونات كي كتشوفوا معايا كنخلطهم، وكان معاك اختي داك القهوه معاهم مزيان. ماشي القهوه العاديه الزينه ديال نيسكافي اختي، القهوه سريعه الذوبان. راه ماشي ضروري نيسكافي، ممكن ديروا اي ماركه عندكم، المهم تكون سريعه الذوبان. هنا كما كتشوفوا معايا كنديرهم اختي في هاد البواطه هذه. البواطه تبارك الله ما شاء الله مع يدي كرام اللهم بارك، شاط ليا الخير والخميره اختي. غنولي ندير بواطه اخرى هانتوما كما كتشوفوا ما كنعمرهاش حتى للفم. واش غادي نزيد عليها الزينات ديالي؟ غادي نزيد عليها زيت السمسم اللي هو زيت الزنجلان البنات، ضروري ومؤكد في هذه الوصفه. ضروري زيت الزنجلان. لا بغيتي الحجبان ديالكم مقدمه الراس تنبت ما شاء الله كلشي غيسولك. انا بعدا كندير التشقير للحجبان ديالي كيطيحوا لي بزاف 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 بزاف. هاد الوصفه هذه هي اللي كتفكني وهي اللي كتنبتهم ما شاء الله كيرجعوا كتافين كلشي كيسولني. والمكون الثاني والزيت الثاني الزينه ديالي هو زيت الخروع. هادو جوج ديال الزيوت ما تستغنيش عليهم. غادي تمشي عند مول العشاب وتقول له طحن لي عافاك الزيوت على يدك، لان احسن زيوت هما الزيوت اللي كيتطحنوا على اليد ولا اللي كتاخديهم من التعاونيه. التعاونيه اختي كيديروا الزيوت زوينين. هادو وحدهم واحد التعاونيه غزاله الصراحه، ربي يصدقوا الزيوت عندها زوينين كما كتشوفوا معايا. وكنخلط اختي بهذه الطريقه هذه الزينه ديالي. وصفه قلت لكم غزاله تستاهل تبارطاجها مع كاع البنات. المهم عندك بنات عندك البنات عندك في مواقع التواصل الاجتماعي بارطاجيها معهم من طرف. راه ما كايناش شي وحده اللي ما كتعانيش من هذا المشكل هذا، سواء كانت كتنتف حجبانها او لا كطراسيهم او لا. المهم غادي تحتاج هذه الوصفه خصها غير بارطاجيها معاها. وكيقول لكم الزينات ديالي الجدادات مرحبا بكم. راه البنات كنشوف في الاحصائيات شي كدا 70% اللي كيتفرجوا فيا وما متابعينيش. اختي تابعوني ما تخسروا حتى شي حاجه باش يبقاو كاع يوصلكم اختي الوصفات ديالي. هنا كنخلطها مزيان الزينات ديالي كما كتشوفوا معايا اختي.
ها نتوما وكنكفيها هكا على فمها وكنجيب اختي شي تقشيره كيما بغات تكون. انا عندي واحد التقشيره مع تقاشر سبحان الله العظيم كيطيروا في الماكينه المهم عندي وحده غير مليوحه تما ديال بناتي غنجيبها لكم تشوفوني غادي نغلفها بها، ولا بابي الومنيوم ولا اللي شي ميكا كحله واخا هي انقرضات. المهم ضروري شي حاجه تكون مغلوقه باش ما تدخلش اشعه الشمس ولا الضوء لهاد الزيت هذه، وكتخليها واحد الاسبوع في الظلام. ومن بعد اختي كتبداي تراسي ليا بها الحجبان كما غادي تشوفي معايا دابا في نهايه الفيديو. انا راه ديجا بعدا مستعمله وحده وباش تعرفوا ما كنبخلش عليكم اختي، ديما كنجيب لكم جديد واخا كتكون عندي الحاجه مقاده اختي كنولي نقادها معاكم. ها انت اختي وكتبداي تراسي ليا هكا بداك الشيء هذا كامل، كتهزي هكا بالكوطونتيج ولا باي حاجه عندك وكتبداي تراسي ليا اختي الحجبان وحتى مقدمات الراس البنات. وما ديريش اختي شفرانك بغيتيهم ما شاء الله يطوالوا بحال هاد الطريقه اللي كتشوفي ديري الريسيت واللي ما شاء الله اللي شاف كيسولك يحسبهم دايره لي فوسيل كولي الزنق. نولي نعاود لكم اختي اللقطه انايا تبداي تراسي بالقرنفل يا اختي كيطال الفيديو. القرنفل تراسي بيه وحيدي عليا اختي الطراسه جا راه غترحمي لي عليه الوالدين الزينه ديالي بالصحه.